السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض كده شويه كلاوي. عايز اقولك هيعجبوكي جدا جدا، طريقه سهله خالص وبسيطه جدا، مش هتاخد في ايدك وقت خالص. وهقولك كمان ازاي تضيعي ريحه الزفاره اللي بتبقى موجوده في الكلاوي او في الكبده عموما. خليكي كده معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي الطريقه. اول حاجه كده هنقول بسم الله. وانا طب يعني بحب اتبل كده الكلاوي او الكبده قبل ما اشوحها. فبجيب كده شويه من الملح وشويه كمان من الفلفل الاسمر، وبحط معلقه كبيره مفرومه توم مفروم اهو زي ما انت شايفه كده. طبعا بتكوني مقطعه الكلاوي وبتكوني غسلها كويس جدا. انا هنا بقى عشان اضيع ريحه الزفاره من الكلاوي او الكبده بنقعهم في نص كوبايه من اللبن ومعاهم عصره ليمون. عايزه اقولك ان اللبن والليمون بيضيع ريحه الزفاره خالص، سواء من الكبده او من الكلاوي كمان، وبيشيل السموم كمان اللي بتبقى موجوده في الكبده او الكلاوي. فعايزه اقولك طريقه الغسيل بتاعه الكبده او الكلاوي دي حلوه جدا جدا، وانا صراحه مجرباها بقالي سنين بغسل الكبده والكلاوي بالطريقه دي. حلوه جدا جدا، ما بتخليش ريحه زفاره خالص في الكبده او في الكلاوي كمان. طبعا هنا انا طبعا بعد ما غسلتها وقطعتها كمان بعمل لها التتبيله دي عايزه اقولك حلوه قوي. بتبقى ملح وفلفل ومعلقه كبيره من الثوم المفروم. عايزه اقولك برضو بتخلي ريحه الكلاوي حلوه جدا جدا وطعمها كمان. بنسيبها كده لمده 10 دقايق لحد ما تشرب كده من التتبيله دي، وبنجيب بقى طاسه على النار كده بننزل عليها بمعلقه من السمنه البلدي. انا بحب طبعا يا جماعه اشوح الكبده او الكلاوي بالسمنه البلدي، بتبقى طعمها حلو جدا. وطبعا بنكون مقطعين كده بصله طرنشات زي ما انت شايفه كده، وبننزل عليها كده لحد ما البصله تبدا كده تدبل معانا شويه. بننزل عليها بقى بالكلاوي بالتتبيله اللي احنا عملناها، وبنسيبها كده تاخد تشويحه على النار زي ما انت شايفه كده. وبننزل بقى كده بشويه فلفل صغيرين كده علشان البصله، وبناخدها برضو تشويحه كده لحد بقى ما كده خلاص بتبقى داخله على سوا. بننزل بقى عليها بقرن فلفل اخضر وقرن حراق كمان، احنا بنحبها تبقى سبايسي شويه. طبعا القرن الحراق ده اختياري مش اجباري يا جماعه، ده لو انت حابه تحطيه. وبنفضل برضو كده ناخدها تقلبتين تلاتة كده لحد ما نتأكد ان هي خلاص كده استوت. خلاص بنطفي عليها بقى. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنقدمه. وانا بجد حابة اشكر كل الناس اللي بتخش تعمل لي لايك وبتخش تعلق لي كمان على الفيديوهات وبيشتركوا في القناة. انا بشكركم جدا جدا، ويا رب كده القناة تكبر بيكم كده، وتكون فيديوهاتي اللي انا بقدمها لكم تكون بتعجبكم كمان. هنا بقى خلاص كده كنت انا طفيت عليها عشان هي كده خلاص كانت استوت. بحطها بقى في الطبق كده زي ما انت شايفه. بصي شكلها حلو جدا، عايزه اقولك متاخدش معاكي وقت خالص خالص. طبعا بقى بتعمليها كده جنبيها شويه مكرونه او ممكن تاكليها بعيش وجنبيها مخلل كده. فبصي بتبقى حلوه جدا جدا وخفيفه كده وسريعه ومش بتاخد منك وقت خالص اهو زي ما انت شايفه كده. بصي حلوة جدا، انا طبعا كنت بصورها وهي لسه نازلة من على النار. عايزة اقولك حلوة جدا جدا. وجربي وصفة ان انت تغسلي الكبدة باللبن والليمون دي، هتعجبك جدا جدا والله. ودي عن تجربة مش هتلاقي فيها زفارة خالص خالص.